قاعد يجري، عايز يعمل رجيم وعايز يروح الجيم وعايز يخس علشان قبل الصيف وقبل رمضان، لان احنا عارفين كلنا ان اول ما القطايف والكنافه هيشرفوا كلنا هنتخن تاني. فكله دلوقتي عايز ايه؟ يخس. وطبعا احنا عشان نخس عارفين جدا ان احنا لازم نعمل حاجتين اتنين. اول حاجه نقلل اللي داخل، يعني نقلل كميات الاكل، ونزود الحرق. تزويد الحرق ده لازم يكون عن طريق ان احنا نبذل مجهود، نعمل بقى رياضه ونعمل تمرينات ونمشي كتير. لازم نزود المجهود عشان نزود الحرق. ساعات احيانا بنحتاج حاجه تساعدنا، زي ايه؟ زي ان احنا نشرب حاجه مثلا تقلل الدهون او تزود الحرق او تخلينا كده ايه شويه، تدينا امل كده. من الحاجات اللي انا هعملها دلوقتي دي مشروب لطيف جدا 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 وظريف، ولما يتشرب الصبح على معده فاضيه اول ما نصحى من النوم قد كده هايل، قد كده ممتاز. هنعمل منه كميه نحطها في الثلاجه ونسحب منه طول الاسبوع. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. عندي هنا جدر جنزبيل، ده حجمه وده طوله. انا هقطعه دلوقتي ترانشات، وعندي 4 ليمونات هعصرهم، وعندي ليمونتين مقطعاهم سلايسز. على النار في 6 كوبايات من الميه بتغلي. بعد ما اخلص التقطيع والميه تغلي هقول لكم هنعمل ايه. على النار دلوقتي عندنا ال6 كوبايات ميه اهم بدوا يغلوا. هنحط فيهم جدر الجنزبيل اللي قطعناه شرايح رفيعه، وهنسيبهم مع بعض يعني يقلبوا قلبتين كده ونطفي عليه على طول. هحط مع الخليط ده معلقه صغيره قوي قوي من الكركم، يعني يا دوبك اقل من نص معلقه كمان. الكركم بقى مش بس هيدي لون حلو للشراب، لكن كمان له مضادات اكسده هايله جدا، مضادات التهابات. الحاجات دي بتبقى مهمه قوي كمان ان احنا نضيفها معانا في خلال عمليه الدايت علشان تزود المناعه، برضو مهم جدا واحنا بنعمل الدايت يكون عندنا مناعه كويسه. هنطفي بقى دلوقتي ونسيبه يهدى شويه. لازم يهدى قبل ما ابتدي احط الليمون، والا الفيتامين سي اللي في الليمون هيتكسر. كل اللي هنحطه دلوقتي معلقه كبيره من العسل بس. العسل بيستحمل الحراره ما فيهوش حاجه، لكن فيتامين سي بيتكسر، وكل فايده الليمون هتروح لو حطيته دلوقتي مع الميه السخنه جامد دي. دلوقتي خلاص تقريبا هو كده هدي والحراره بتاعته بقت كويسه. هحط له الليمون وبعدين هدخله بقى التلاجة علشان اقدر بعد كده طول الاسبوع ان انا اشرب منه. هنصفي الخليط، بس مش هنرمي قطع الجنزبيل، احنا عايزين قطع الجنزبيل دي مع شرايح الليمون دول، وهقول لكم دلوقتي هنعملهم ازاي. انا عندي الشفشق ده كنت اشتريته من فتره، ده اكريليك، وكان معاه القطعه دي اللي بتيجي بتدخل جوه الشفشق علشان نحط فيها قطع فاكهه، عشان لو حابين نعمل مثلا ميه بالفاكهه او حاجه زي كده. فده احسن استغلال الحقيقه. من ساعه ما اشتريته ما استعملتوش خالص للسبب ده. كنت كل ما اجي اعمل عصير في رمضان، اعمل كركديه ولا اعمل قمر الدين، كنت اشيل البتاعه دي خالص واستخدمه كده كشفشق وخلاص وشكرا. وكنت ارمي البتاعه دي اشيلها في الدولاب. دلوقتي ليها عايزه اهي. هنحط بقى هنا كل قطع الليمون الشرايح. من المفيد انه تفضل الحاجات دي منقوعه في الميه. ليه نرميها؟ ادي الجنزبيل وادي الليمون وادي بقى لنا ليها عايزه القطع الايه العجيبه دي اهي. الجنزبيل بعد ما استوى بقى عامل زي البطاطس، شكله غريب قوي. هنيجي بقى كده بنركبه هنا كده. طيب لو ما حدش عنده البتاع ده ولا تتضايقوا خالص، مش مشكله خالص، حطوا شاشه، هاتوا شاشه وحطوا فيها كل القطعه دي واربطوها ودخلوها جوه الشفشق اللي هتشربوا منه بس كده. او لما تيجوا تشربوا صفوه، مش مشكله. طبعا كل ما كانت الكميه اكبر كل ما كان احسن، بس بما اني سيادتي الوحيده اللي هتشربه فانا ما عملتش كميه اكتر من كده. لو حابين نخففه وحاسين ان هو تقيل، طبعا بعد ما نيجي ندوقه حاسين ان هو تقيل، ممكن طبعا نخففه بحبه ميه، ما جراش حاجه. وده اللي انا هعمله دلوقتي حالا اهو. وهنقفله وهنحطه في التلاجة.
بس كده. وادي المشروب السحري اللي بيعلي الحرق وبيحرق الدهون ويخلي الوسط سمباتيك علشان نستعد علشان الصيف، وفي منتهى الجمال. يتعمل يتحط في التلاجة، نشرب منه كوبايه كل يوم الصبح، في منتهى الجمال والله. بيحرق شويه بس اشربه. يلا اشوفكم الحلقه الجايه.